السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى عاملين رز بلبن جميل قوي. إيه طالع معانا كريمي وبسر وطعم المحلات حلو قوي. إيه جربوه بالطريقة اللي هتشوفوها حالا معايا. إيه جميل قوي وطريقة سهلة وحلوة. قبل ما نبدأ بقى في الطريقة، إيه تنسوش بقى اشتراك في القناة، كومنت حلو منكم ولايك. يلا بينا على الطريقة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا هنا نزلت بقى بكوباية مج رز بلدي من بلدي فلاحي، وعليه شوية مية. هنسيبهم بقى ايه لما الرز ده يستوي قوي. هنا بقى يا بنات الرز بتاعي شرب المية بقى عامل ازاي. انزل بقى بيه باللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نزلت بكمية اللبن اللي معايا. تمام كده. نقلب بقى في الرز بتاعنا مع اللبن بالشكل ده. هنا بقى يا بنات انا دوبت شويه اللبن بالسكر بمعلقتين نشا. انزل بيهم بقى على الرز بلبن بتاعنا. انا يعني كميه اللبن ما نزلتهاش كلها مره واحده. اللبن بتاعنا بدأ يلف بقى جميل وكريمي وكريمي حلو قوي. ما دام اللبن الفلاحي حلو بيطلع معاك اللبن كريمي وحلو من غير ما تحط عليه كريم شانتيه ولا اي حاجه تانية. هو بيبدأ يلف معانا يا بنات بالشكل ده كده. بقى اللبن بتاعنا بقى كريمي اهو. بسم الله ما شاء الله على الغرف. نبدأ بقى اطفي عليه وابدأ اغرفه. بسم الله ما شاء الله عليه. هو تقع علشان انا بصور كده. بقى يا بنات هنبدأ بقى نفضي اللبن بتاعنا في الاطباق بالشكل ده كده. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. ده بقى كيلو ونص من اللبن عمل لي الكميه دي وكوبايه رز. ده بقى يا بنات خلصنا بالرز اللبن بتاعنا. اللي كوبايه الرز والاتنين كيلو لبن عمل لنا الكميه الحلوه دي. نبدا بقى ننزل بقى بالمكسرات كده عليه. بسم الله ما شاء الله. لبن كريمي عسل. لازم بقى الحبايب كلهم عليه الطريقه دي. كده بقى يا بنات الرز بلبن بتاعنا خلص. بسم الله ما شاء الله جميل قوي. رز كريمي ما شاء الله عليه. بسم الله ما شاء الله عليه. حلو قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ان عجبكم متنسوش لايك وشير للقناه. بحبكم في الله يا احلى متابعين. ايوه كده.